تخيل معايا والي ديال البلاد على قدها خلى الحكم والجاه ونازل كيرغب وكيزاوق في واحد الفلاح بسيط ومستعد يخلي ليه الكرسي ديال الحكم غير باش يعرف سر الكلب المشنوق. واحد المرة الوالي ديال البلاد خرج هو والحارس ديالو متنكرين، بغاو يشوفوا احوال الناس بلا ما يعرفهم حد. فاش عياو قصدوا واحد الدوار ودخلوا لدار واحد الراجل بسيط. هذا الراجل كبر بيهم وتهلا فيهم احسن تهليه بلا ما يسولهم شكون نتوما ولا منين جيتو. وفاش جاو خارجين الوالي بانت ليه واحد الشوفه غريبه، كلب مشنوق معلق في واحد الشجره حدا باب الدار. الوالي جاه الفضول وتعجب لهاد الشي اللي شاف. سول الفلاح: يا هاد الراجل هاد الكلب علاش شانقو ومعلقو حدا باب دارك؟ الراجل جاوبو ببرودة الدم: هذه قصة طويلة وما كان عاودها لحتى واحد. الوالي رجع للولاية وبقى هاد اللغز محيرو، وقرر يرسل الحراس والحاجب ديالو باش يجيبوا الفلاح البسيط، وعاود سولو شنو قصة الكلب المشنوق. دابا غتقول لي شنو قصة هاد الكلب؟ الراجل شاف الوالي وقال له: ما غنقولها لك حتى تخليني نولي والي بلاصتك واحد المدة. الوالي تعصب وتصدم من كلام هاد الراجل البسيط. داز نهار وجا الليل، الوالي ما قدرش ينعس بقوة التخمام والفضول. الصباح امر باش يحضروا الفلاح البسيط. وافق الوالي وخلى هاد الفلاح يشد الحكم، وكل شي بقى مصدوم من قرار الوالي. ومن اول نهار هاد الوالي الجديد اللي هو الرجل البسيط قلب كل شي. جرى على المسؤولين الكبار كاملين اللي عندهم جنسية اجنبية وكانوا كيسيروا الدولة لمصالحهم، ودارهم في الحبس. طلع الشباب ديال الصف الثاني اللي ولاد البلاد وباغيين يخدموا، صيفط للدول اللي كانت كتاخذ من عندهم الجزية اي الضريبة، وقال لهم ما بقاش كاين الريال والسيادة ديالنا ما بقى حد يقيسها. الدول المجاورة بغاو يتواصلوا مع الخونة اللي كانوا داخل باش يقلبوا الطبلة، لقاوهم كاملين في السجن. النتيجة الخزينة ديال الدولة اللي كانت خاوية ولات كتفيض بالذهب والفلوس غير في ايام قليلة. فاش رجع الوالي الاصلي وشاف هاد العجب سول الراجل وهو مبهور: دابا فقل لي شنو سر هاد الكلب المشنوق؟ الراجل تنهد وقال ليه: كان عندي قطيع ديال الغنم وكنت كل نهار كنلقى نعجه ناقصه، بقيت حاضي حتى شفت هاد الكلب اللي كان من المفروض يحمي الغنم. شفتو كيقتل النعجه بيديه وكيعطيها الضبع كهديه، غير باش هذاك الضبع يخليه مسؤول على القطيع وما يقيسوش. فاش عقت بيه شنقته وعلقته في باب الدار باش يكون عبره. قرب الراجل عند الوالي وقال له الجملة الشهيرة اللي بقات تاريخية: يا مولاي، إلا كانوا عندك 10 ديال القرطاسات ضرب 9 في الخونة اللي وسط منك وخلي غير وحدة للعدو اللي برا. النهاية أن الوالي فهم الدرس وعرف باللي العدو اللي كياكل معاك في الطبلة هو اللي كيخرب البلاد أكثر من العدو اللي كيتسناك في الحرب.